القصر اللي ورايا ده عمره اكتر من 150 سنة، عبارة عن تحفة معمارية. انا هوريهولكوا دلوقتي عشان تشوفوا التفاصيل بتاعته والتماثيل اللي معمولة في القصر. القصر ده اتصور فيها فيلم مهم جدا، فيلم غروب وشروق. لقطات القصر اللي كانت جوه دي كلها متصورة في القصر ده. لو اتفرجتوا على الفيلم تاني هتعرفوا القصر من جوه عامل ازاي، بتاع مين وحكايته ايه. ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ايه رأيكم نتفرجوا عليه ونعرف قصته وحكايته ايه؟ يلا بينا. القصر ده كان ملك الفؤاد باشا سراج، بس في الأساس كان ملك كارل بيرلي. ده كان مؤسس بنك كريدي فرانسي إيجيبسيان، وده كان أول بنك تمويل عقاري في مصر. علشان كده كان من السهل إنه يشتري أرض من شركة النيل للأراضي الزراعية، فاشترى الأرض اللي في جاردن سيتي دي. وفي سنة 1905 كلف المهندس الإيطالي كارلو برامبوليني بتصميم القصر، وانتقل بيرلي للقصر سنة 1908 علشان يعيش فيه. يعني تقريبا عمره 120 سنة مش 150 زي ما قلت لكم. لكن للأسف كان حظه وحش وملحقش يستمتع بالقصر، ومات بعد ما اتنقل للقصر ب3 أيام بس بأزمة قلبية، وبناته الاتنين أجروه للسفارة الألمانية. وبعد الحرب العالمية الأولى تم وضع القصر تحت الحراسة لأول مرة ضمن أملاك الحكومة الألمانية. وفي سنة 1919 اترفعت الحراسة عن القصر، واشتريته سيدة سويدية وعاشت فيه وحولته لمدرسة داخلية. وفي سنة 1930 اشترى القصر سراج الدين باشا شاهين، واداه هدية لزوجته. هدايا بشوات بقى يا سيدي، وده علشان مرور 25 سنة على زواجهم. ومات شاهين باشا سنة 1954، واللي ورث القصر ابنه الكبير فؤاد باشا سراج الدين. فؤاد باشا سراج ده بقى يا سيدي كان زعيم حزب الوفد، واستخدم القصر كمقر سري لحزب الوفد، وكمان كان يعتبر بيت العيلة لأنه كان بيتعمل فيه مناسبات العيلة من أفراح وأعياد ميلاد. ومش بس كده، ده كانت أم كلثوم بنفسها بتعمل حفلات فيه. وزي ما قلت لكم إن القصر ده اتصور فيه الفيلم السياسي غروب وشروق، اللي كان بيحكي عن ثورة 1952، واللي قام ببطولته العمالقة محمود المليجي ورشدي أباظة وسعاد حسني. ولما عرفت قصة القصر حسيت إن أحداث الفيلم كانت لايقة قوي على مكان التصوير في القصر. وفضل فؤاد باشا سراج عايش في القصر لحد ما توفى سنة 2000. القصر دلوقتي فاضي ومهجور زي ما انتوا شايفين، بس بيمتلكه واحد من الأسرة الحاكمة في قطر، اشتراه بقيمة 180 مليون جنيه. القصر مبني على مساحة 1800 متر، بيتكون من دورين وفيه 16 أوضة. والمبنى ده مبنى السلاملك اللي كان بيقيم فيه المربية وأطفال العيلة لحد سن 10 سنين، والأطفال كانوا بيتعلموا فيه آداب المائدة والحديث وتهيئتهم للإقامة في القصر. وبس كده، دي كانت حكاية قصر النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، بس لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفاد. واستنوني في الفيديو الجاي. أنا ياسمين الجلاد، باي باي.